بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي. ليش استثنائي؟ لأنه فعلا نحن على أبواب مواجهة أمريكية صينية بالإنابة، يعني بمعنى أمريكا ورطت الأوكرانيين في حرب ضد روسيا وفشلت فيها فشلا ذريعا. الآن بدها تورط 23 مليون من تايوان في حرب مع الصين، يعني بتقدم حقيقة للصين يعني ذريعة على طبق من ذهب حتى يروحوا يضموا تايوان. هاي القصة. طيب هذه بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يعني صدفة بتروح على تايوان؟ هاي ما فيش مسؤول أمريكي في حجمها زار تايوان على الإطلاق. طب ليش هالأيام بتروح تزور تايوان وعلى رأس وفد من 23 شخص، من بينهم قائد الاسطول الأمريكي في المحيط الهادي؟ طب هذول رايحين يتفسحوا وإيش المناسب؟ كله محسوب. يعني الآن بايدن بده يورط تايوان زي ما ورط أوكرانيا. هذه ما فيش فيها مزح. وكمان حتى اختيارهم اليوم يعلنوا عن اللي هو اغتيال أيمن الظواهري مهمة جدا. هم اختاروا هاي اللحظة حتى يقولوا احنا أبطال واحنا زعماء واحنا أقوياء، وهينا احنا نجحنا في اغتيال الرجل الثاني أو الرجل الأول الآن في القاعدة اللي هو أيمن الظواهري. هاي القصة يعني مش صدف بخططه، بس والله دبور زن على خراب عشه حقيقة. يعني انه يستفزوا الصين كانت واضحة من الاول. الصين قالت بانه اللي بيلعب بالنار حيحرق نفسه، لن نسمح باي استفزاز. هذه الزيارة لبيلوسي غير مقبولة على الاطلاق. يعني طب هذه يعني تايوان جزء أساسي من الصين، عندها حكم ذاتي. طيب الصين سكتت على هونغ كونغ اللي كان عندها حكم ذاتي وكانت تحت الإدارة الأمريكية الإدارة البريطانية لغاية ما انتهى العقد الإيجار 99 سنة ورجعت. ما دخلوا في حرب مع بريطانيا. لكن الآن الظروف مختلفة. أمريكا بدها الحرب. يعني الكرملين لما قال إنه أمريكا فعلا اختارت خيار الحرب لما أرسلت اللي هي بيلوسي على تايوان. طب ليش تروح بيلوسي على تايوان؟ إيش يعني إظهار تضامن؟ يا سيدي تضامنوا بكل الطرق، لكن استفزاز للصين. هذه مسألة واضحة جدا. بدهم يستفزوا الصين، بدهم الصين تدخل في حرب، بدهم يهلكوا الاقتصاد الصيني. لاحظوا أمريكا ما بعتت جندي واحد لأوكرانيا، واحد جندي ما بعتت. الآن نفس الشيء بدها التايوانيين يخوضوا حرب وهي تتفرج والاقتصاد الصيني يتدمر. مش حيتدمر الاقتصاد الصيني، مش يعني المسألة الحرب يعني إذا كتبت على الواحد لازم يخوضها، بيقدرش يتردد. والرئيس الصيني تشي جينغ بينغ، يعني هذا الرجل هو اللي عمل نهضة الصين الحالية. هذا الرجل يقول ويفعل. هذا الرجل فعلا يحسب حساباته بشكل جيد. يعني لما راح قال للصينيين يا أخي بدنا نعمل كل مرة انتخابات في اللجنة المركزية ومش عارف ايه، فكونا من هالقصة خلاص، وانه احنا خلينا نركز على بناء بلدنا. هيهم بنوا الصين مش بديمقراطية امريكا، واصبحت الصين اقوى اقتصاد في العالم. احنا مع الديمقراطية طبعا، لكن مش كل دولة بتصلح فيها الديمقراطية الغربية. هذه مسألة مهمة. طيب الان استفزوه. يعني بايدن حكى معاه ساعتين على التليفون، هو اللي بايدن اللي طلب الاتصال فيه. يعني حاول انه يهددوا بتايوان. لكن يعني جين بينغ ما خاف من هاي التهديدات الأمريكية على الإطلاق. هذا تشي زلمة بكل معنى الكلمة، فما رد. يعني انه وبعدين حذر بايدن، قال له اذا بتلعب بالنار حتنحرقوا، مش بس اصابعكم كلكم حتنحرقوا. لكن بايدن ما رد. بايدن رجل يعني فعلا كارثة على أمريكا وعلى العالم. رجل ضعيف، رجل مخرف، بده يعمل حرب.
بده يخلي أمريكا عظيمة بالقوة. مش هتصير أمريكا عظيمة، خلص انتهت. توني بلير قالكم بالحرف الواحد إنه الهيمنة الغربية على العالم انتهت، نحن أمام عالم متعدد الأقطاب، أي افهموها. وكيسنجر قال لكم هذا الكلام. فالمسألة الآن في حقيقة في تحشيدات غير عادية. طيب راحت بيلوسي ونزلت في مطار تايوان، إيش عملت الصين؟ الصين فورا حركت حاملتي طائرات، والآن بتجري مناورات عسكرية في أكثر من 6 مناطق على حدود أو بتطوق اللي هي تايوان. طب هذه مناورات بالذخيرة الحية، ايش بدهم يلعبوا يعني؟ بدهم يعملوا فقاعات؟ لا، الحرب اصبحت وشيكة. الطائرات ايضا في خليج تايوان وحلقت وبتحلق الان. البرلمان الصيني اجتمع، او مجلس الشعب الصيني اجتمع وقرر دعم الجيش ودعم الرئيس في خوض هذه الحرب، لأنه بقول لك الصين إنه هاي تايوان جزء من الأراضي الصينية ويجب علينا أن نستعيدها. طيب إيش دخل أمريكا في القصة هاي؟ يعني بتقبل أمريكا إنه كاليفورنيا تستقل عنها مثلا، يعني بهذا الشكل وبدون أي مبررات مثلا؟ لا، هاي مسألة كثير 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 مهمة. فهاي التدريبات يعني مناورات عسكرية، وفيها شاركت فيها السفن، وشاركت فيها الطائرات، وشاركت فيها المسيرات وكل شيء. ويعني وتايوان بالنسبة للصين ولا شيء حقيقة. طيب وامريكا ايش يوديها على الاراضي الصينيه؟ طيب امريكا لما رأست روسيا اللي هي الصواريخ، او الاتحاد السوفيتي الصواريخ لكوبا، ولعت وكادت كينيدي كان يخوض حرب عالميه ثالثه بسبب وجود صواريخ روسيه في كوبا. طيب انتم الامريكان ايش بتعملوا؟ وايش بتعمل طيرانكم؟ وايش تعمل حاملات طائراتكم في هذيك المنطقه؟ ليش تستفزوا العالم؟ وليش بدكم حروب؟ يعني ليش؟ طب مش كفاية في حرب في أوكرانيا؟ بدكم كمان حرب في تايوان؟ وعشان إيش؟ يعني عشان بايدن ينجح في الانتخابات الجاية، الانتخابات النصفية في نوفمبر تشرين ثاني الجاي؟ يعني بدكم أمريكا يعني هي ترجع تصير زعيمة العالم بالقوة؟ ما عندكوش انتوا ولا شيء. الصين عندها صواريخ عابرة للقارات وفرد صوت، يعني توصل أمريكا في 7 دقائق، تعمل تسونامي بغرق امريكا كلها. طيب ليش تغرقوا الشعب الامريكي؟ عشان بس انه والله تصيروا زعماء العالم؟ طب ليش تصيروا زعماء العالم؟ ومين يخليكم تصيروا زعماء العالم؟ يعني تضربوا في كل مكان. انهزمتم في افغانستان، انهزمتم. هذول الطالبانيين اللي بيركبوا فوق الدبابات، فوق ظهر الدبابات في داخلها، هزموكم وخسروكم اكثر من $1 تريليون، واكثر من 3500 امريكي قتلوا في هاي الحرب، وفي النهايه هربتم هروب مخزي ومخجل. شفنا ايش حصل في مطار اللي هو كابول في افغانستان. فالمسألة مش بسيطة أبدا. الأمور بتتطور نحو حرب. روسيا قالت بالحرف الواحد نحن نؤيد الصين. وازيدكم من الشعر بيت كبير حتى اللي هو كوريا الشمالية الآن معلنة حالة الطوارئ، انه هي مستعدة للقتال جنب الصين. ما في تردد اطلاقا في هذا المسألة. فاحنا رايحين على حرب. ليش بدكم تجوعوا العالم؟ ليش بدكم تدمروا العالم؟ ليش بدكم حروب؟ ليش بدكم حرب نووية؟ ليش؟ يعني ليش طب انتم حكمتوا العالم الامريكان من الحرب العالمية الثانية اكثر من 80 سنة وانتم حاكمين العالم. طيب يا سيدي، تنازلنا لكم او قبلنا صاغرين ودمرتونا في الشرق الأوسط. الآن ليش بدكم تصدروا الحروب؟ بدكم تودوها لشرق آسيا؟ ليش بدكم تروحوا لأوكرانيا وبهذا الشكل ويصير في دمار بكل معنى الكلمة؟ الصين وصلت أصبحت دولة عظمى والاقتصاد الأعظم بالعالم بالعمل وبالتخطيط وبالتصنيع والذكاء الاصطناعي. هذا كله عملته الصين على السكت بدون، وصدرت لكل العالم. والآن بتساعد القارة الإفريقية وبتعمل طريق الحرير وبتعمل تنمية، وقدمت لإيران $400 مليار، واقفة مع كل الدول اللي محتاجة بتعمل لهم مساعدات. طيب انتوا ايش بتعملوا للعالم غير الحروب؟ وروني ايش امريكا عملت لنا غير الحروب. وريني امريكا
أمريكا وقفت مع قضية عادلة؟ وريني أشوف، خليني أشوف، قولوا لي واحدة قضية عادلة وقفت معها. دمرت سوريا، ودمرت العراق، ودمرت ليبيا، ودمرت اليمن، ودمرت فلسطين كمان. يعني بيجي بايدن يعني ولا كلمة حكى عن فلسطين. طب ما انت قاعد بتدعم اوكرانيا والشعب الاوكراني، وهذا